الأوان. اهدأ يا بني، هل أنت متوتر هكذا بسبب الشبح؟ كلا، الحقيقة أنه لا توجد أشباح، إن كل ما حدث من صنع ليما. ماذا؟ وهذه العربة ليست لنقل الأساس، هذه العربة سوف تحمل الكلاب إلى مصنع الفراء. انظروا يا أصدقاء، إننا نتجه إلى الريف الروعة في مكان ما في الغابة الرائعة. وعندما نصل يا لولي فإن العصافير المرحة ستأتي لتأخذك معها. حقا لا أصدق. لا أهتم في أي مكان سيكون بيتنا الجديد ما دام هذا البيت بعيدا عن بيت شارجر بأكثر من مليون ميل أو 1000 مليون. أنا راضية بأي شيء طالما كان البيت بعيدا عن ذلك الشبح. يجب إنقاذهم قبل أن يصلوا إلى مصنع الفراء. أنا معك 100%. أنا مدير أعمالي، حاسبني على 10%. وكيف سنخرجهم من هذه العربة؟ اترك هذه المهمة لصائد الأشباح. هذه آخر مرة أخرج معك فيها. على فكرة يا أصدقائي، لا تحاولوا أبدا أن تفعلوا مثل هذه الأشياء السخيفة. معك حق، مثل هذه الأعمال المذهلة لا يقوم بها إلا أناس مدربون على كفاءة عالية. وكذلك شخصيات الكرتون أمثالنا. تذكروا يا أصدقاء، عندما تكونون خارج العربة فكوا أحزمة المقاعد. والآن نعود إلى استعراضنا. يا من بالداخل؟ من هناك؟ برقوق. برقوق من؟ أليست هذه مفاجأة؟ كركور! ما الذي تفعله هنا؟ لقد جئنا لإنقاذكم. إنقاذنا نحن؟ من ماذا؟ من رحلة بلا عودة إلى مصنع الفراء. ماذا؟ لذلك شحنتنا ريما كلنا في هذه العربة. إن هذه المرأة لا تزيد عن أنها... نعم، إنها كذلك. أرجوك يا سوكا، حاولي أن تكون لغتك مهذبة. آسفة، سامحني يا عزيزي الرقيق. والآن سنتخلص من هذه العربة اللعينة. افتح الغاز يا روبي. والآن سوف أعيد هؤلاء الأصدقاء إلى بيتهم. أمرك يا قاهر الأشباح. شكرا يا بيب، لقد أنقذتنا. إنك أجمل بطل في العالم، في كل الكواكب، في الكون كله. لا يا مشمش، فأنا لست بطلا، لست إلا ممثلا في أفلام الكرتون. وبما أنك من المعجبين بي فهذا يجعلني أسعد كلب في العالم. أقصد في كل الكواكب، بل في الكون كله. يا لك من صديق. بفضل بيف استطعنا أن نكشف خطة ريما الحقيقية. إن العمة ريما قد تجاوزت كل الحدود. لا نستطيع أن نسكت عليها أكثر من ذلك. هكذا أفسدت خطتها لأرد لها الصاع صاعين. هل أنتم مستعدون؟ نحن جاهزون. ما دمتم مستعدين فهيا إلى العمل.